السلام عليكم بقى اخواتي. انا خلاص طلعت لكم على فيديو سريع كده اللي روبلوكس كده اسمي هتعمل تحديث اسمه روبلوكس سكيتس. نسمع بقى روبلوكس سكيتس بقى اخوانا، هسمعكم بقى روبلوكس سكيتس وافهمكم بقى التفصيل وكل حاجة بالتفصيل الممل بكل حاجة رسميا المنصة بدأت تطبق نظام روبلوكس كيدز وروبلوكس سيلكت. ايش يعني هذا الكلام؟ Everyone, Lictorno here. I lead the creator and engine groups here at Roblox. Now earlier today we announced Roblox Kids and Roblox Select. بصوا بقى احنا بقى نقول ايه بقى من اللي الزرقاء دي من أول 5 سنين لغاية 8، من أول 9 سنين لغاية 16، من لغاية 16 سنة لو انت طالع. فانتوا بقى يعني روبلوكس سكيت من أول 5 سنين، من أول 5 سنين لغاية 9 سنين، من أول 9 سنين لغاية 16 سنة روبلوكس سيلكت، من أول 16 سنة وما فوق، ومن أول ما فوق هيبقى روبلوكس اللي هي ما فوق 16. مش هيبقى لك الحرية كاملة يعني انت في سنة 16. أول ما حسابك يتصنف 18 سنة بالظبط يبقى لك الحرية التامة. سنة 16 بيبقى مثلا ايه لسه الآباء والأمهات ليهم حرية قفل الشات والحاجات دي برضه. روبلوكس سيلكت برضه نفس الكلام، وروبلوكس سكيتس أكيد برضه مفيش شات خالص. ثانية يا أخواتي about these updates and the why behind them. Kids and select accounts are designed to help make sure. مش تعرفوا اللي أنا مزاح. روبلوكس سيلكت، روبلوكس قصدي سكيت من أول 5 سنين لغاية 9، من أول 9 سنين لغاية 15 سنة. وروبلوكس العادية بقى انتوا كده فاهمين بقى. Our youngest users are playing age-appropriate games. روبلوكس قسمت الحسابات لنوعين. الأول كيد الأطفال الصغار، التواصل فيه محدود جدا والألعاب اللي تظهر فيه فقط الألعاب الآمنة زي ما أنا قلت لكم موثقة مثل لعبة أدوبت مي أو داندي وورد. الثاني أنا برضه هنزل لكم فيديو بإذن الله، يعني أنا منزل فيديوهات كل 2 في الشهر. اسمه ده نزل لكم فيديو اللعب اللي احنا نلعبها في روبلوكس سيلكت وروبلوكس كيدز. مفهومة يعني روبلوكس اللي فوق 19 مفهومة يعني ألعاب كل اللعب ما بدي حرية كاملة. سلكت في ألعاب أكثر بس تظل تحت مراقبة الشركة في كل ثانية. الهدف يحمون الصغار من المحتوى الغير المناسب. المفاجأة للأهل صار فيهم لوحة تحكم جديدة، الأب أو الأم يقدرون يمنعون الألعاب المعينة بالاسم أو يفتحون ألعاب محددة، بس يعني ما عاد في دخول عشوائي لأي ماب. حتى المطورين الحين لازم يوثقون هويتهم عشان الألعاب تظهر للأطفال. هل تتوقعون هذا التحديث بيخلي روبلوكس مملة ولا بيخليها أأمن فعلا؟ لو أنت مطور انتوا في رأيكم ايه؟ روبلوكس تبقى حلوة ولا وحشة؟ الفجر بيأذن، الله أكبر. بنزل لكم الفيديو بصوا الساعة 3 يعني والساعة 4 ولا 10. هل أنت مستعد لروبلوكس بلس والتوثيق؟ اكتبوا لنا تحت في التعليقات. أنا بحب أقول الواد ده شو اسمه ايه؟ في خبر مهم لازم تسمعه. التحديث الجديد اللي راح ينزل برضه بدأ مش فيديو. استنى أنا هقول لكم ايه كام دقيقة عشان أحاول أظبطها وأرجع لكم. تبي على روبلوكس الموضوع مو مستحيل. عندك 4 طول قبعات الفيديو ينزل حوالي 10 دقايق عامة. آخر خبر نزل، بس الخبر ده برضه مهم. جبت لك خبر مفرح عن روبلوكس. لو تبغى تشتري اشتراك روبلوكس البلس الجديد ولكن ما عندك بطاقة أو قدرة عشان تشتريه، في طريقة جديدة عشان تجيب اشتراك، وروبلوكس قاعدة تدرس القرار الجديد وهو أنك تقدر. اسمع الخبر ده. اوكي يا اخوان، اليوم قررت أصارحكم بشيء بخصوص صوتي. إذا أنت منقبة أو أختك المهم برضه اسمعوا ده بقى. حقوا على الخبر الأسطوري بيحدث قريبا في روبلوكس. أعلنت الشركة اليوم أنه يمكن تحميل لعبة روبلوكس في أجهزة التلفاز. يعني لو عندك تلفاز تقدر تلعب طبيعي وراح تقدر تلعب روبلوكس باستخدام جهاز التحكم وتدخل ماباتك المفضلة على التلفاز. أوكي نقدر هنيجي بقى للسؤال المهم، هل التحديث ده هيرجع روبلوكس من الدول المحظورة؟ ايوه
ده الفيديو منتظر. واهلا بيك عزيزي المشاهد في فيديو جديد. وفي الفيديو النهارده هعرفك حرفيا كل اسرار تحديث روبلوكس الجديد وامتى هينزل وكمان ايه سبب نزول متزعلش من اخويا بس المايك معفن جدا. التحديث. السلام عليكم. في البداية أحب أعرفك إن روبلوكس هتبقى 3 أقسام: روبلوكس كيدز للي أقل من 9 سنوات، وروبلوكس سيلكت للي ما بين 9 ل 15، وروبلوكس للكبار يعني اللي هم بلس 16 سنة اللي هي فيها كل حاجة، كل المزايا. الموضوع بالظبط عامل زي اليوتيوب زمان كان لكل الناس، دلوقتي انقسم نص يوتيوب كيدز ونص اليوتيوب الطبيعي اللي احنا مستخدمينه. طيب هو كده في الحالتين هو اليوتيوب يعني دوت نفس البرنامج، يعني ما حصلوش اي حاجه، وده بيكون نظام للحمايه وكده، وده بالظبط هو اللي بيحصل في روبلوكس. تعالى دلوقتي اكلمك عن نظام الحمايه في روبلوكس كيدز. طيب اول حاجه مش هيبقى فيه ولا مايك ولا شات حرفيا، فبس والمبات اللي هتكون بسم الله الرحمن الرحيم، ولا مايك ولا شات متوفرة عندك زي ماب أدابت مي وماب داندي وورلد وماب بروك هيفن، وهيكون في رقابة أبوية شديدة يعني في الروبلوكس كده. ثانية بصوا، أنا هقول لكم بصوا، أنا عرفت الحاجة، بحثت عن يوتيوب. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، جرو جاردن مع شوط الجماهير فعلا لعبة ولا حسابك تصنف روبلوكس كيدز. الأربع فيديوهات قدامكم، لا مش هنزل أنا لتحت، 4 فيديوهات ايه حلوين. أول لعبة اللي هي ايه جرو جاردن ولا أنا حسابك تصنف روبلوكس كيدز. وتاني لعبة زي تسونامي، زي زي ماب السرقة، زي ماب 9 ثانية اسمعوا بنفسكم. تعال احكي لك شو الالعاب اللي تقدر تلعبها لو حسابك تصنف روبلوكس كيدز. نبدا مع محبوبه الملايين جرو جاردن او ماب المزرعه، تقدر تلعبها بكل سهوله لو حسابك روبلوكس كيدز بعد التحديث الجديد. وبروك هيفن اقرف ماب في التاريخ برضه حتقدر تلعبها. ماب تسونامي وماب السرقه برضه حتقدر تلعبها لو حسابك تصنف روبلوكس كيدز. واي ماب باركور برضه حتقدر تلعبها لو حسابك روبلوكس كيدز. اما بالنسبه لباقي المابات المشهوره فمع الاسف ما راح تقدر تلعبها، وحكينا هذا الموضوع زي ما زي فيديو ايه زي ماب اسمه ايه ده بلوكس فروت. بسم الله الرحمن، مش هتعرف تلعبها ياه ولا ما تسلي ليه برضو. بس لا لسه ولا ايه هي الالعاب اللي مش هتقدر تلعبها؟ مش تقدر تلعبها. ايه هي الالعاب اللي مش هتقدر تلعبها لو حسابك كان حساب طفل؟ اولا كده بلوكس فروتس وسيلر بيس، ودي حاجه انا اتضايقت قوي منها مع اني مش اقل من 9 سنين اكيد. وثانيا العاب الرعب زي 99 ليله او لعبه الشاورما او حتى دو. ايه رايكم يا اخوان؟ روبلوكس ممكن انها تموت بعد هذا القرار الغبي. روبلوكس بتقلد منصة يوتيوب بقول لكم ايه ده ذمتكم قرار غبي. اللعبة بس ترجع ما هتعمل ايه؟ تسوي روبلوكس عادية وروبلوكس كيدز. راح يكون في 3 تطبيقات. روبلوكس كيدز راح يكون للأعمار 9 سنوات وأقل، وما راح يقدروا يلعبوا كل المابات. أما الثاني هو روبلوكس. هل إذا نزل تحديث روبلوكس الجديد ممكن تموت اللعبة بسبب تقسيم الفئات العمرية روبلوكس راح تصير عندها نسخة للتلفاز. حساب RTC نزلت في برضه نازل. المهم خبر التاني بقى. خبر ايه تاني يما؟ اوكي نقدر نقول انه باقي 45 يوم ويتح. ازيكم يا شباب، انا النهارده جاي اشكر. اطلع يا ابني. لا شخصية بيني وبين الناس. هتقولي ازاي انت ليه بتخش فيديوهات الناس التانية؟ اقولك انا مش بحب اخد شهرتهم. لا تعال احكي لك على السريع شو الالعاب اللي ما تقدر تلعبها لو تصنف حسابك لا سمح الله لروبلوكس كيدز بعد فروت. وهذول اشهر لعبتين رول بلاي مرة هتقدر تلعبهم لو تصنف حسابك روبلوكس كيدز. انا عارف انك الان منزعج لو تصنف حسابك روبلوكس كيدز. لا تنسى العاب الرعب بجميع انواعها مثل دورز و99 ليله. نعم يا صديقي مع الاسف مش هتقدر تلعبهم. ايضا اي لعبه فيها اسلحه او مشاجرات او مضاربات زي MM2 برضو ما راح تقدر تلعبها مع الاسف. والله التحديث كثير سيء. وبدايه المقطع اكتب لي في التعليقات لو صار حسابك روبلوكس كيدز هل هتعزز اللعبه ولا لا. لا تنساني باللايك والاشتراك طبعا. كيف تصنع لعبه في روبلوكس تحمل المحرك حقهم؟ اخر بقى فيديو، هي لعبة روبلوكس هترجع في مصر بعد التحديث الجديد ولا لا؟
هي لعبة روبلوكس ترجع بعد التحديث الجديد اللي عملته ولا لأ؟ أنا برضه عارف. هي لعبة روبلوكس ترجع بالتحديث الجديد ولا لأ؟ روبلوكس ممكن هي لعبة روبلوكس ترجع في مصر. لعبه روبلوكس ترجع في شفت المحامي اللي رفع قضية على الحكومة عشان يشغل تاني؟ شفت الفيديو ده، مصر كلها شافته. المايك والشات اتمسح من معظم الدول العربية، ده معناه ان روبلوكس احتمال تتحذف من مصر. موضوع الشات والمايك مصر هتمنع لعبة روبلوكس اليومين اللي فاتوا. مشكلة روبلوكس في أمريكا وحظرها في قطر. في روبلوكس كلنا عارفين إن الشركة قفلت الشات في الشرق الأوسط بسبب الحوارات اللي بتحصل الفترة دي. اوعى تشتري آيفون دلوقتي. شوف اخواتي بقى، كان فيديو خفيف لطيف كده، قلت اشوفكم عشان شايفكم كنتوا بتزنوا وعايزين فيديو قلت اطمنكم يعني على عايزين حاجة. سلام.